في خبر رسمي، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن المدير الفني بيتكوفيتش سيكشف هذا الخميس 6 نوفمبر عن القائمة الرسمية للمنتخب الوطني الجزائري الخاصة بتربص شهر نوفمبر، وذلك في تمام الساعة 3 بعد الزوال بتوقيت المحلي. قائمة ينتظرها الشارع الرياضي الجزائري بشغف كبير، فهي تأتي في فترة حساسة تسبق مواعيد مهمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. ميتكوفيتش الذي يسعى منذ توليه المهمة إلى إعادة بناء المنتخب على أسس جديدة، ينتظر منه أن يجري بعض التغييرات في التشكيلة، سواء من حيث الأسماء أو الخطط التكتيكية، في محاولة لإعادة الانسجام والفعالية داخل المجموعة. المصادر تشير إلى احتمال عودة بعض اللاعبين الذين غابوا في التربص السابق، إضافة إلى إمكانية استدعاء وجوه جديدة لخلق روح المنافسة داخل الفريق الوطني. المدرب السويسري والذي هو من أصول بوسنية يخطط لاستغلال هذا التربص للوقوف على جاهزية بعض اللاعبين، سواء المحليين أو الاحترافيين، قبل الدخول في الاستحقاقات المقبلة التي لا تقبل الخطأ. الأنظار كلها تتجه يوم الخميس، حيث ستكشف ملامح المرحلة القادمة للخضر، وسط آمال كبير من الجماهير الجزائرية في أن تكون هذه البداية الحقيقية لمشروع بيتكوفيتش نحو عودة المنتخب إلى الواجهة القارية والعالمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.